فان جنرال يعني الريدج زي ما احنا شفنا برضو في الجراف هنا، هو الريدج يعني كجنرال نوت، خلينا نكتبها كده هنا. في برضو اللي هو الالاستيك لاسو. الالاستيك لاسو هو عبارة عن ريدج بلس لاسو، يعني بيزود الاتنين مع بعض، عايز يجيب المزايا بتاعت الاتنين ويحطهم مع بعض. وبتختار بارامتر اسمه الفا باين او لامدا على حسب اللانجوج اللي انت بتستخدمها في البروجرامينج يعني، عشان تحدد مين ليه البريوريتي اوفر التاني. لو زودت مثلا، ممكن مثلا تخلي ان هي 0.5 فكده انت بتدي للاثنين نفس البريوريتي، او ممكن تخليها 0.7 فتدي مثلا الريدج اكتر اهميه اكتر شويه من اللاسو، وهكذا يعني. فده الالاستيك لاسو يعني. انا بس قلت اعدي عليه سريعا عشان هو برضه من الحاجات اللي هي المهمه والمشهوره يعني. فان جنرال الريدج هيديك proportional shrinkage، هيقلل لك الكوفيشنتس بس ببروبورشن او بريشيو عشان هو بيعمل سكويرد للفاليوز. اللاسو هيعمل translational shrinkage، او برضو بنسميه برضو soft thresholding. ايه translation ليه؟ عشان هو دلوقتي هو بي update الفاليوز دايركتلي، ما بقاش فيه سكويرد في النص، فهو الفاليو زي ما قلنا الفاليوز اللي داخله هي اللي داخله بينالتي دايركتلي، فهي ده ليه هي بيسميها translational يعني. soft thresholding ليه؟ عشان انت ممكن تفكر في اللامدا اللي هتحطها، يعني احنا قلنا لو اللامدا دي متغيرها، اللامدا ممكن تفكر فيها بشكل انفرس شويه، يعني انت كل ما تعلي اللامدا كل مثلا، يعني هو في الكتاب بيربطها بفاليو اسمها تي، يعني انت عندك لامدا وعندك تي. اللامدا دي كل ما بتزودها كل ما انت الكوفيشنتس بتقل، لكن ممكن عن طريق يعني اسمها ايه برسبكتيف تاني تفكر في اللامدا ان هي تي. التي دي عباره عن ايه؟ التي دي عباره عن ان انت بتقول للموديل انا ما ينفعش السم بتاع الكوفيشنتس بتوعي يزيدوا عن تي. يعني فاهمين؟ هي نفس الايديا يعني. هو تي ده مش فاريبل حقيقي انت بتعمله ست، ولكن يعني كايند اوف كل لامدا قصادها تي، يعني انت لو حطيت مثلا لامدا بفاليو معينه، فانت كانك بتقول للموديل، يعني الموديل بعد ما يحسب اللوسز وكل حاجه هيوصل لكونكلوجن ان هو انا ما ينفعش البارامترز بتاعتي تزيد عن السم بتاع البارامترز، ما ينفعش يزيد عن فاليو معينه اللي هي التي دي. ف في حالة الريدج مفيش مشاكل عشان التي هي sum of squared values، ف still فيها يعني يعرف يتحرك ويعرف يقلل الفاليوز ويصغرها، ويعني still عنده مسافة عشان هي proportional زي ما احنا قلنا. انما في اللاسو هي translational، يعني انت لو حددت التي فانت لازم يعني تخيل كاني بقول لك اختار الكوفيشنتس السم بتاعهم لازم يساوي واحد مثلا، يعني فالتي مثلا بواحد. فدلوقتي انت فورست ان انت لو في فيتشر مهم عن فيتشر تانية يبقى فاكس انا هشيل الفيتشر دي خالص وادي اهميه كبيره لدي، بس ده هيجي على حق كل الفيتشرز التانيين. فالموضوع بقى ماتش مور، يعني ده اللي بيسموه سوفت ثريشولدنج. انت عندك فاليو للتي هي زي ثريشولد للسم بتاع الفاليوز، وهو الموضوع يعني هو سوفت يعني عشان الهارد ثريشولدنج هو السبست سelection، يعني دي اللي هي الاخيره اللي ناقصه يعني. لو هنعمل سبست سelection فاحنا بنحدد الفيتشر دايركتلي بصفر على طول من غير ما نتكلم يعني. فده اللي بنسمي السبست سelection هو الهارد ثريشولدنج، واللاسو هو السوفت. فبس يعني فدي بس جاية جنرال نوتس عن الموضوع. وخلينا برضو اوريكم ليه اللاسو بيابروتش الزيرو بجراف تاني كده من الجرافس اللي انا عجبتني قوي يعني صراحة في الكتاب. طيب الجراف ده مهم جدا، هو مش مهم قوي يعني، هو جاست بيدي بطريقة اسهل عشان تفهم ليه اللاسو بيابروتش زيروز اكتر من الريدج يعني. لو بصينا على الايكويشن بتاعت الريدج، هي البينالتي هي عبارة عن summation of squares صح؟ لو فكرنا ان هي let's say دلوقتي عندنا اتنين parameters، عندنا x1 و x2، فانت دلوقتي عندك بيتا 1 وبيتا 2 اللي انت تعملهم سكويرد، فانت الايكويشن بتاعتك هتبقى عبارة عن بيتا 1 سكويرد بلس بيتا 2 سكويرد لازم يبقوا less than or equal some sort of t. الفكرة اللي قلنا التي اللي قلنا عليها فوق يعني. فالايكويشن دي انت لو خدت بالك يعني هي اكشلي شبه الايكويشن بتاعت الدايرة، اللي هي يعني الايكويشن بتاعت الدايرة هي x squared plus y squared equal r squared. ف
ويعني لو مش عارف ليه هي كده روح سرش على اليوتيوب يعني، ما اظنش محتاج اشرحها يعني، بس ده common knowledge يعني. فبما انها شكلها عامل كده، فلو انت جيت ترسم البينالتي شكله عامل ازاي كجراف، هيبقى شكله عامل زي الدايره اللي على اليمين دي. في حاله اللاسو انت بتصم absolutes، فانت عندك بيتا 1 absolute بلس بيتا 2 absolute لازم يبقى less than or equal t. فهنا انت عشان توصل للايكويشن دي او ترسم الايكويشن دي، هيطلع لك شكل السكوير ده او الدايموند او وات ايفر رومبوس تبقى عايز تسميه ايه يعني. ليه؟ عشان انت لو حسبتها يعني، لو عايز مينيمم فاليو في حالة الابسوليوت، فانت احسن لك يعني لو عايز يعني لو عايز تاتشيف الانيكواليتي دي، اتس اتس بيتر ان انت تخلي واحد بالفول فاليو بتي والباقي والتاني بصفر، يعني ده ماتش مور بريفالنت. انما في الدايره في الموضوع سموث اكتر زي ما هو موجود هنا كده يعني. هنا الموضوع ريجيد يعني، هو في ايدجز هنا كده. فلو احنا كده رسمنا البيتا دي، البيست بيتا دي اللي هو لو انت عملت ليست سكويرز بس يعني ار اس اس بس، ده هيبقى الاحسن بيتا موجوده، هي النقطه دي، ده المينيمم. فانت لما تيجي تقول للموديل انا عايز اعمل الاثنين مع بعض وتزودهم هما الاثنين في الكوست، يعني انت عندك الار اس اس بلس الريجولاريزيشن بقى اللي هو L1 او L2 وات ايفر عايز تعمل ايه، فانت محتاج تلاقي انترسكشن بين الاثنين دول. ففي حاله الريدج الانترسكشن ده هيكون غالبا عشان هي بشكل دائري يعني عامه، فهتكون في حته هيكون فيها الفاليو بتاع بيتا 1 وبيتا 2 مش صفر، يعني هتلاقي في فاهم بيتا 1 بفاليو معينه وبيتا 2 بفاليو معينه فقشطه. انما في حاله الريدج عشان طبيعه شكل الجراف بتاع الريدج ان هو جواه ايدجز كتير، فالشانس ان هو الانترسكشن يكون على ايدج از ماتش هاير. وده رغم ان ده اكزامبل على 2 دايمنشنز بس، في الهاير دايمنشنز الموضوع از ماتش ورس، عشان في الهاير دايمنشنز ده دي هتقلب سفير ودي هتقلب فاهم يعني كيوب. فانت بدل ما يبقى عندك هنا 4 ايدجز، تخيل الكيوب جواه كام ايدج يعني، 1 2 3 4 5 6 يعني a lot more من السكوير العادي. ولما تطلع هاير مور دايمنشنز بقى اللي هو 4 تو 5 4 تو 5 تو 6 ومش عارف ايه، اللي هو احنا اصلا مش عارفين شكلها عامل ازاي يعني، هيبقى فيها even more edges، فهيبقى الشانس ان انت تخبط في edge كانترسكشن is even more. فده ليه اللاسو ان جنرال بيؤدي لزيروز في الكوفيشنتس اكتر، عشان كل ايدج من الايدجز دي هو بيعبر عن ان في واحد من الاكسيز بصفر والتاني هو اللي ليه فاليو. فده بس ده كويك اكسبلانيشن يعني برضو ليه الريدج ان جنرال بيؤدي الكوفيشنتس بصفر اكتر من ال ال اللاسو. سوري، اللاسو عنده كوفيشنت بصفر اكتر من الريدج. خلينا ندي بس كده لاست بوينت على حوار الكومباريسون ده. خليني اجيب برضو جراف اخير. طيب ده اخر حاجه هنتكلم فيها على حوار الفيتشر سelection والشورنجج، وهو كومباريسون بين الاتنين يعني. لما نيجي نعمل تيوننج لموديل عن طريق الديفرنت ميثودز دي، هنلاقي ان البيهيفير بتاعه مختلف. هنلاقي مثلا فور اكزامبل يعني باي ذا واي الاكسيز هنا هو بيتا 1 وبيتا 2، يعني عندنا اتنين بارامترز اكس 1 واكس 2، عندهم اتنين بارامترز بيتا 1 وبيتا 2، وبنحاول نحسب يعني ده هو البيست سوليوشن. فبنبتدي نبص على المودلز بقى ازاي بتوصل للبيست سوليوشن ده. هنلاقي ان حاجه زي البيست سبست يوجولي بت اوفر شوت، يعني في الاول هتزق جامد يعني هتوصل الليست سكويرز المفروض هنا هي زودت زياده شويه، وبعد كده رجعت تاني للبيست سوليوشن. حاجه زي الريدج هتلاقي ان هي سموث اكتر، يعني هي ماشيه كده سموث لحد السوليوشن. واللاسو هو somehow يعني intermediate ما بين البيست سبست والريدج، يعني اللي هو في حته شارب وبعد كده يعني بس مش بيوفر، يعني هو بيوصل برضو في الاخر بطريقه شبه البيست سبست اللي هو ستريت لاينز، ولكن مش بيوفر شوت، هو بيوصل بشكل سموث اكتر شويه شبه الريدج شويه يعني. فاللاسو هو الانترميديت ما بين الاثنين. وحتى في حالات برضو another case زي اللي هنا دي، هتلاقي برضو ان هو برضو البيست سبست في الحاله دي الكورليشن بتاع التو فاريبلز دول كورليتد عامه يعني. ففوق كان الكورليشن بوزيتيف، تحت كان الكورليشن نيجاتيف. فهتلاقي هنا مثلا البيست سبست هو برضو عامل اوفر شوت بس في الاتجاه التاني، يعني دلوقتي بقى هو على الشمال وبعد كده ظبط. الريدج برضو وصل بشكل سموث واللاسو لحد ما في النص. فده الجنرال بيهيفير بتاعهم يعني. فده بس يعني كفاينل نوت على على التيونينج بتاع مودلز دي ازاي بتبيهيف وهي بتشتغل يعني. وكده احنا كده خلصنا جزء السبت سelection عامة. اتعلمنا الحوار
الفيتشر سelection او subset selection، وتعلمنا برضو الريجولاريزيشن او الشرينكج whatever عايز تسميها ايه يعني، والديفرنت ميثودز اللي موجوده. اتمنى تكونوا استفدتوا من الموضوع يعني، واشوفكم المره الجايه بقى نتكلم عن اللينير ميثودز في الكلاسيفيكيشن.